حد زهق من البيض مستحيل يخس، ولو في حد فضل ياكل بيض كل يوم لمده شهر اقسم بالله هيخس حتى لو بياكل غلط، وبحلف بالله. لكم 20 نوع من الفطار اللي ينفع يبقى فيه بيض وبطرق مختلفه تماما. اول حاجه ممكن نعمل مسلوق بيض مسلوق بالكمون. رقم 2 مقلي في زيت جوز هند. ممكن رقم 3 نعمله اومليت كده بخضار، يبقى طعمه حلو ولذيذ قوي. وممكن بقى كمان لو هنعمل بيض نعمله بقى مع رشه زعتر، نجرب كده هيبقى حلو برضو. ماشي. خامس حاجه بقى ودي جربتها وحلو قوي، نقطعه كده ونحط عليه معلقه زيت زيتون مع رشه ملح وفلفل ورشه خل او معلقه خل. مقلي عادي بالزبده زي الكومنت دوت، فينفع يتقلى بالزبده، ويا ريت نحط عليه كمان جبنه قريش او جبنه حلوم او جبنه 100% لبن طبيعي تحفه. ويا ريت اصلا نحط على البيض كمان يعني بروتين، يعني في ناس عملت بيض بالتونه وكان ظريف، وفي ناس حطت اللحمه المفرومه على البيض وكان ظريف كويس جدا. بيض بالصوص التركي ده برده كويس جدا، فينفع يتحط كلهم، ينفع تحط عليهم دهون صحيه. ممكن نعمل بيض ونحط عليه كركم، او ممكن بيض حار شطه كده بقى وبتاع سبايسي. وممكن نعمله شكشوكه لايت، ودي من اكتر الطرق الممتعه والحلوه انا اصلا جدا. مش عارف يعني ايه شكشوكه. اصلا بقى خضار يعتبر برضو، يعني عباره عن مثلا متقطع معاه خضار زي بصل، بيبقى مثلا فلفل، ممكن فلفل الوان، ممكن نحط طماطمايه، في ناس بتحط طماطم وفي ناس لا، فبيبقى ماشي. حلو جدا برضو. وممكن نعمله بيض كده مع سبانخ وبروكلي، الناس بتحب البروكلي. وممكن مع لبن جوز هند، دي برضو افتكاسه جديده كده، يا ريت حد بص يا جماعه، يجربها. هو لو انت ما بتحبش البيض هيبقى عندك مشكله كبيره جدا في الدايت، لان هو انا قلت قبل كده هو مش بس بيشبع، ومش بس بيزود منظومه الحرق، ومش بس فيه فيتامين د، ومش بس بيظبط اداء الغده الدرقيه. البروتين الافضل على الاطلاق في الامتصاص، يعني جسمك بياخده بصوره كويسه جدا جدا جدا. وانا دايما ببقى مش قادر اقتنع ان في حد مثلا اقول له في الدايت كل بيض فيقول لي طب ما بحبش البيض. جرب مليون طريقه ثانيه. ليه؟ لان انت هتكون خسران كتير قوي لو ما بتحبش البيض بصراحه في الدايت. بس فعايزك تكتب لي في الكومنتات لو انت عندك طريقه ثانيه والناس تقراها، فيبداوا يستفادوا ويعملوا يعني الوصفات دي من بعض.